اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الطوفان. وازاي ربنا سبحانه وتعالى أهلك كل من كان على وجه الأرض بسبب كفر قوم سيدنا نوح. وده كان أول عقاب ربنا سبحانه وتعالى عاقب به البشر، عقاب جماعي. ابن آدم كان عقاب فردي، وأي حد كان بيعمل حاجة غلط من البشر كان بيبقى عقاب فردي. لكن قوم سيدنا نوح كان لأول مرة يكون عقاب جماعي. تمام؟ فأهلك الله سبحانه وتعالى كل من كان على وجه الأرض، ولم يبقى إلا من نزل مع سيدنا نوح في السفينة واتجوز سيدنا نوح وخلف الأربعة اللي احنا قلنا عليهم امبارح. بعد كده بدأ أولاد سيدنا نوح ينتشروا في الأرض، وكان في قبيلة اسمها قبيلة عاد. قبيلة عاد، ودي أول قبيلة بدأت تعمل الذنوب وتكفر بالله عز وجل. بل لم يكفروا فقط، بل بدأوا ينشروا الكفر في كل مكان على ظهر الأرض. تمام؟ طبعا عاد، ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيدنا هود، وسيدنا هود من نسل سيدنا سام. واحنا قلنا ان احنا الساميين، ودول كانوا عرب. طيب، هو في انبياء جم عرب؟ خمسة. انبياء العرب خمسة. نوح يعتبر عربي، نوح، صالح، هود، شعيب، لوط، واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى دول الرسل العرب. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيدنا هود، وهم كانوا بيعملوا الذنوب كتير جدا 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 وكانوا يسكنون في منطقة اسمها الأحقاف. عشان كده جت صورة كاملة باسم هود وصورة كاملة باسم الأحقاف. يعني تخيل ان لهم صورتين اتنين في القرآن باسمهم، بسبب مش كثرة كفرهم وعنادهم بس، لا، ده بسبب كمان ان هم اول ناس كفروا رغم ان هم شافوا المعجزة بتاعت السفينة. تمام؟ بتاعت سيدنا نوح. طيب، وبعد كده سكنوا شبه الجزيرة العربية. قال الله عز وجل: واذكر أخا عاد. أخا عاد لأنه أخوهم من نفس القوم من نفس البيئة. تمام؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف دي البلد اللي هم عايشين فيها، ما ننساش عشان الكلمة دي مهمة. البلد اللي هم عايشين فيها، المنطقة. تمام؟ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومع ذلك كفروا بالله عز وجل وصمموا على الكفر بالله عز وجل. تمام؟ يبقى دول كانوا أول ناس عرب كفروا بالله. وإحنا قلنا إن إحنا في الأول حصة خالص اتكلمنا فيها، قلنا إن كل الأنبياء اللي إحنا هنحكي القصص بتاعتهم إما إن هم أنبياء عرب، وإما إن هم أنبياء مش عرب لكن جم في المنطقة العربية. يعني سيدنا موسى كان يهود من بني يهود، تمام، من بني إسرائيل، وسيدنا عيسى كان من بني إسرائيل. لكن بنحكي قصتهم علشان هم اتوجدوا في المنطقة العربية بتاعتنا أصلا. تمام؟ طيب، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ يدي لسيدنا هود المعجزات. تمام؟ علشان ينذر ويخوف قوم عاد. ما ننساش اسمهم عاد، سكنوا في منطقة الأحقاف. ربنا أرسل لهم سيدنا هود، عشان ما ننساش الأسامي مهمة جدا. تمام؟ نبوة سيدنا هود. سيدنا هود بدأ، قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة
أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فدعاهم سيدنا هود إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام وترك الكفر، وإن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يديهم معجزات يعني غريبة. الناس دي بلغت من القوة الجسدية شيء عظيم. يعني إيه قوة جسدية؟ يقول لك إيه؟ الأقوام اللي جت بعد قوم سيدنا هود، بعد عاد ما ربنا ما أهلكهم، كان لما يكون حد فيهم عاوز يعدي فوق النهر، نهر زي نهر النيل كده، عاوز يعدي يعمل كوبري، بيجيبوا عضمايه زي العضمايه دي كده وهم حاطينها يعدوا بها النهر. تخيل، تخيل ان هم كانوا بالجبل بيجيبوا ادوات وبيدقوا في الجبل بيكسروا الجبل. تخيل ان هم كانوا يعني في بعض الصور، تمام، ربنا سبحانه وتعالى اداهم معجزات وقوة بدنية رهيبة، قوة رهيبة. تمام. يعني مثلا لو عملت سيرش في جوجل كده، انتوا متخيلين القوة عاملة ازاي؟ متخيلين الضخامة بتاعتهم كانت عاملة ازاي؟ دي جمجمة، يعني هو الراجل تقريبا قد البق تقريبا او حاجة زي كده. تمام. في صورة تانية كنت انا شايف حد جايب ايوه هي دي، جايب لودر، تمام، علشان يوصل للدماغ. انتوا متخيلين الجسم عامل ازاي؟ يعني الدماغ اكبر من الحفار، اكبر من اللودر. يعني كان عندهم قوة في الجسم حاجة رهيبة. شايفين الجمجمة قد ايه؟ حاطينها على عربية. شايفين الجسم عامل ازاي؟ قد ايه؟ طيب، ده قوم سيدنا عاد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالقوة الجسدية بحاجة عظيمة، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني انتوا في كل منطقة تقوموا بانيين معجزة، وكل ده لعب. يعني يا ريتكم بتعملوا المعجزات دي، القصور الفخمة الضخمة، لقيتكم بتعملوها عشان تعيشوا فيها. لا، ده انتوا بتعملوها لعب، تعبثون، استهزاء وسخرية، مش عشان تعيشوا فيها. وكانوا بيبنوا قصور من الجبال، عشان كده لسه موجودة لحد النهاردة، بعضها لسه موجود. هتروح ازاي دي؟ يعني الفراعنة كانوا بيكسروا وبيجيبوا الجبل وبيبنوا بيه ولسه موجود، فبالك بقى اللي حفر الجبل ذات نفسه. تخيل انت القوة بتاعتهم كانت عاملة ازاي؟ كانوا أقوى من الفراعنة بكتير جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. تمام. ده كانوا بيبنوا القصور والمصانع والمعابد للاستهزاء وللعب وللتفاخر ما بينهم وما بين بعضهم بس. تمام. القوة دي مش في البنى بس، إنما القوة اللي ربنا اداها لقوم سيدنا عاد كانت في البنى وكمان كانت في الحرب. لما بيحاربوا شيء عظيم، مفيش حد بيقف قدامهم، يكاد يكونوا ان هم احتلوا العالم كله. تمام. عشان كده بعض الروايات تقول لك ايه، الاهرامات دي اللي بناها قوم سيدنا عاد، والحاجات اللي في الاقصر واسوان اللي بناها قوم سيدنا عاد. تمام. الكلام ده طبعا مش حقيقي، بس تخيل. يعني هم القوة اللي كانت عندهم تخلي الناس تنسب لهم أي حاجة. ولكن مع كل ده والنعم اللي هم عايشين فيها،
برضو استكبروا وكفروا. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم سيدنا هود طبعا، إنا لنراك في سفاهة، احنا شايفينك سفيه، وإنا لنظنك من الكاذبين، بيقولوا للنبي بتاعه. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أنا والله جاي أنصحكم جاي أدعوكم لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني إيه الغريب في إن اللي جاي لكم معجزة، اللي جاي لكم بيذكركم بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليكم وبيدعوكم للإيمان بالله عز وجل، رجل منكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يعني بيذكرهم بالطوفان وبيذكرهم ان انتوا ممكن ربنا يعمل فيكم زي الطوفان، بس برضه ما فيش فايدة. وزادكم في الخلق بسطة، قوة وطول وعظمة، فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم اذكروها ما تكفروش بيها لعلكم تفلحون. لكن كانت النتيجة استهزاء برضه وسخرية من النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لهم. وبعد كده بدأوا يتحدوه وبدأوا يقفوا قدامه، تمام؟ فبدأوا يقولوا له لو انت صادق هات لنا العذاب اللي انت بتقول عليه، لو انت صادق، بس انت كذاب، لو انت صادق هات لنا المطر اللي بينزل من السماء الصواعق، وهات لنا الارض اللي تنشق وبتبلع اللي جواها، وهات لنا المطر اللي بينزل صخور من السماء، وهات لنا مش عارف، وهات وهات وهات. فربنا سبحانه وتعالى بدأ العذاب. ايه العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى وقعه على وأنزله على قوم سيدنا هود؟ ده إن شاء الله هنقوله بكرة مع بداية تمهيد لقصة سيدنا صالح. ده إن شاء الله بكرة الساعة 2 ميعادنا الثابت ده يوم الجمعة الساعة 2 بعد الصلاة بإذن الله. هستناكم إن شاء الله بكرة، هنقول إيه العذاب اللي نزل عليهم ومين اللي نجا من العذاب، وده إيه علاقته بقصة سيدنا صالح بعد كده. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا يوسف.